النهارده هنعمل طاجن كباب حله وبطاطس محمره وسلطه وطحينه، فيلا بينا. هناخد اللحمه نص سلقه في شويه ميه مغليين عليهم شويه حبهان عشان نكهتها تتشرب في اللحمه. بعد ما ننزل اللحمه تقلبتين نغطي عليها هتاخد غلوتها على مهلها. عشان نروح نجهز البصل الكتير، طالما طاجن كباب حله يعني بصل كتير وفلفل. البصل بمقدار اللحمه، يعني انا استخدمت ربع كيلو لحمه يبقى معاهم ربع كيلو بصل. هنقطع البصل وفلفل ونركن على جنب يكونوا جاهزين اول ما نبدا، لكن بالمره خلونا نقطع البطاطس عشان ناخدها غلوه قبل ما نحمرها، وهتعرفوا ازاي دلوقتي. هنروح بقى عشان نحط حتة زبدة في الحلة وننزل عليها بالبصل يتقدح على مهله، نقلبه عشان ننزل عليه بتوم سواء بودرة أو مهروس زي ما تحب انت بقى، مفيش مشكلة. حبة صغيرين معاهم فلفل أسود، تقليبة ونسيبه يتقدح، ونولع النار على حلة صغيرة نسخن مية عشان نغلي البطاطس، ونرجع تاني لحلتنا ونحط باقي الفلفل على البصل ونقلبه في بعض. المية سخنت، هنحط حبة خل صغيرين وحبة ملح وندوبهم في مية عشان ناخد البطاطس غلوة 5 دقايق، بيفرق في الطعم وعن تجربة. الملح للطعم والخل عشان البطاطس ما يشربش زيت كتير في قليته. على ما تاخد غلوتها هنرجع للبصل والفلفل اللي اتقدحوا خلاص. هنرفع اللحمه بعد ما خدتها نص سلقه ونحطها في الحله ونديها تقليبه وننزل عليها بالاتي: وحوحنا اللي هو فلفل احمر ناشف مش مطحون، عليها حبه فلفل اسود، وعليها حبه كمون، وعليها حبه بهارات لحمه اللي هي السبع بهارات. نقلبهم في بعض كويس قوي عشان ما فيش اي بهار يفضل لازق في اي جنب، ونختم بحبه جوز الطيب مبشورين عليهم في الاخر. وبعد كده نشقلب ونقلب. والناحيه التانيه هنرفع البطاطس اللي خدت غلوتها وهنحط ميه سخنه زياده نغطي بيها اللحمه عشان تكمل تسويتها والصوص يتقل ويحلو معاك يبقى زي الطحينه. على السريع هنحط الكميه اللي تحبها وعليها شويه ميه دافيه ونقلبه لحد ما تبقى زي ما انت شايف. هننزل عليها بعلبه زبادي بيحل طعمها ونقلب لحد ما قوامها يبقى تمام. نعصر عليها بعد كده ليمونه وحبه كمون وحبه توم بودره او مهروس زي ما تحب او المتوفر، وحبه ملح وحبه خل. ونختم بعد كده في الاخر بحبه شطه ونقلبهم في بعض. بس على فكره لسه فاضل حاجه، ايه هي؟ هنروح نشوفها مع بعض. هوب، البتنجانه اللي كنت بشويها هناخدها ونقشرها كويس، وبعدها هنهرسها ونخليها تفك عن بعضها. وادلق يا معلم بعد كده على الطحينه وقلبهم في بعض كويس وحطها في التلاجة، هتبقى احلى لما تسقع شويه. هنبص على اللحمه وعينينا عليها لحد ما تتشرب كل الميه والصوص يتقل، ولو لقيتها لسه ما استوتش مفيش مانع تزود ميه تاني ولحد ما تستوي، مش هيخسر معاك في حاجه. هنفضي اللحمه في الطاجن ونسويها ونرش عليها الموتزاريلا المحبوبه لقلوبنا وندخلها الفرن 10 دقايق تاخد الوش بتاعها ونطلعها. بس لما نطلعها حضر نفسك يا برنس، ليه؟ نرش بقى شويه توابل بطاطس بالشطه والليمون ونجيب الشوكه واللقمه عشان نجرب صنع ايدينا ونقول بسم الله. صلي على رسول الله. اكتبوا لي رايكم في التعليقات يا جماعه، وما تنسوش الاشتراك واللايك والحاجات الحلوه اللي بتفرح البني ادم دي وبتخليه يستمر. وبالهنا والشفا على كل اللي شاف، كل اللي صلى على النبي. يلا بينا. جرب وقول لي رايك. مساء الزبده.